سلام حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي ليديليس دونينا بعد غياب طويل. لكم وحشة ونتمنى توحشتوني كيما توحشتكم. راني وليت ليكم وليت بوصفات ان شاء الله تعجبكم. سهلة سريعة اقتصادية كيما راكم تشوفوا. انا كان عندي المول العجيب وحبيت ندير فيه كيكة او مسكوتشو سريع خفيف ظريف نديه معايا لدار عجوزتي. تبعوا معايا نشوفوا الوصفة واش فيها. هنا عندي 3 حبات بيض، كاس سكر، نصف كأس من الحليب ونصف كأس من الزيت، عندي كاس ونصف خميرة الحلويات وعندي لافاني. وهنا تقدروا في بلاصة الحليب تقدروا ديروا نصف كأس من البرتقال، عصير البرتقال تاني يمدلكم نكهة مليحة. هنا راني كسرت البيض نتاعي ولازم يكون درجة حرارة الغرفة. ونديروا هذاك القرصة تاع الملح دايما نديروها في الكاطو. نبدا نخلط في البيض حتى يديرنا هذوك الرغاوي او الفقاعات كيما تحبوا. هنايا نخلطوا ونضيف السكر تدريجيا هاكم تشوفوا كيفاش، ويبدا الخليط تاعنا يتبدل اللون تاعو يولي ابيض. هنا درت لافاني ونضيف الزيت تدريجيا. حتى نكمل كامل الكاس تاع الزيت. وهذاك الكأس تاع السكر يكون ناقص اصبع اللي ما يحبش الحلاوه. هنا درت الحليب وكان ما صورليش كيفاش درت الحليب. هنا انا جبت نغربل الفارينه باش نديرها. الفارينه وخميره الحلويات نغربلهم باش نديرهم. هنا درت الفارينه ويعني عينك ميزانك، ما نقدرش نقول لك شحال الفارينه. يكون الخليط دوك تشوفي الخليط معايا كيفاش راح يكون، ما يكون ثقيل ما يكون خفيف. وهنا ما نخلطوش بالباتور يعني غير بالفوي. ندخلو كامل الفارينه مع البيض. هنا نزيد نكمل نضيف هذاك النصف الكيس تاع الخميره، يعني درنا فيها كيس ونص. هنا خلطتها وخليتها ترتاح شويه. راكم تشوفوا الخليط كيفاش. جبت المول اللي راح ندير فيه، هو المول العجيب هذا نحبه بزاف، نحب الرشمه نتاعو. دهنته بالمارغرين ودرت الفارينه. وهنايا في الاخر تحبي ديري ملعقه صغيره تاع قهوه يعني عصره تاع قارص ليمون، او ديري عصره تاع خل، ملعقه صغيره تاع خل وتخلطيها مليح. من بعد تفرغي الخليط في المول. والمول دايما من الاحسن تدهنيه بالمارغرين اختي العزيزه باش ما تلصقلكش، ومام كي تتنحالك ما يبقاش هذاك الفتات اللي يكون فيها ما يبقاش في المول. هنا بعد ما درتها انا كنت شعلت الفرن تاعي سخنته مليح ومن بعد نقصت له يعني على 160 درجه حتى ل 180 درجه. نخليها طيب من التحت حتى نشوفها من الفوق بدات تصفر باش نشعل لها تكمل طياب من الفوق. شوفوا بعد ما خرجتها كانت طابت وخرجتها غطيتها تاني بطرشونه، يعني غطيتها لمده 5 دقائق هكا تبقى بهذيك الطراوه تاعها. هنا في جهه اخرى عندي 200 غرام شوكولا ودو بواط كريم ديسير راكم تشوفوا فيهم علب تاع كريم ديسير. الشوكولا تحبوا الذوق يكون شوكولا نواغ او امباسادور، او انا استعملت الوجدان صراحه كانت عندي تاع البندق اولي بالحليب. استعملتها درتها فوق النار مع التحريك المستمر باش ما تلصقناش. وبعد ما ندوبوها نفرغوها فوق الكيكه نتاعنا.
ذوق ولا اروع. سورتو الكريمه نتاعها عجبتني بزاف، حتى المسكوتشو جات خفيفه مقطنه صراحه ولا اروع، بزاف هايله. عجبتهم كامل. ديتها لدار عجوزتي وفرحت بزاف كي عجبتهم، جات بزاف بزاف بنينه. نتمنى تجربوها، وصفه اقتصاديه مع البيضه وغالي، وهي فيها غير 3 حبات بيض. سريعه التحضير، سهله. هنايا شفتوا كيفاش طابت، جات ولا اروع. وهنا راني قسمتها معاكم، شوفوا كيفاش جات حتى العلو جات عاليه، تعمر العين الله يبارك وتحمر الوجه. وصفه اقتصاديه وسريعه، توجد في نص ساعه، ما تشدش اليد. وهنا انا نقول لكم بما انه لحقت نهايه لا فيديو، اللي ما اشتركتش في قناتي تشترك في قناتي، ابوني للقناه باش يصلكم كل جديد مني. جام لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو مع الاهل الاصدقاء الاحباء باش تطلع لا فيديو هذه، ونتمنى تجربوها. تخلوا لي تعليقاتكم. سلام.